ما بيشوفش. طيب حديثا بقى بانتخابات مايو ان شاء الله، شايف ان دي مصلحه لحضرتك ولا لا؟ لا، هو الحقيقه يعني كان في استراتيجي خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا ان انا كان ممكن ندخل عن طريق الكونجرس النهارده، بس احنا فكرنا مع الزملاء كلهم وقلنا عشان ما نلخبطش الجمعيه العموميه يبقى في تركيز على المشوار اللي قدامنا. كان برضو في مسؤوليه احنا كمصر ان المجموعه كلها تنجح وما نلخبطش، لان كان عندي العمليه معقده شويه. وبالتالي مع مستر انفنتينو امبارح بالليل يمكن الساعه 12 واحده بالليل، ومع الزملاء اتفقنا ان احنا ما نعرضش هذه المساله وناجلها الى شهر مايو، وانا كنت مرتاح ده عشان نقدر نشتغل، وكان ده القرار. حضرتك هتستعد ازاي للفتره الجايه؟ لا ان شاء الله المجموعه كلها، ما يعني انت عارف مفيش حد بيشتغل الا تيم ورك، وبالتالي المجموعه العمل اللي معايا الناس كلها محترمين وبيحبوا البلد وبيحبوني، والمجموعه الافريقيه كلها يعني عندهم ثقه فيا ان احنا نقدر نشتغل ونساعد. والاهم من ده كله ان مصر اثبتت انها لها قوه كبيره في القاره الافريقيه، اثبتت ان مصر ان بالبلد كده لسه لها ضوافر. وانا باكد تاني بشكر الحكومه المصريه على الدعم الكبير اللي عملته للمجموعه اللي احنا كنا مختارينها واشتغلنا بيها. وبرضه بنشكر السيد عيسى حياته على ال 30 سنه اللي فاتوا، ادى كتير وحط القاره في شكل كويس وعمل مجهود كبير في القاره الافريقيه. وانا كنت اتمنى طبعا زي ما بيقولوا انه يخرج من الباب الواسع، انه الهزيمه النهارده كانت صعبه جدا جدا، يعني حتى مهما كان الواحد بيتاثر في عيش وملح، انما كان في مصلحه البلد وكان في مصلحتنا احنا كمصر ومصلحه الزملاء. في اجيال جديده بقى رؤساء اتحادات موجودين لهم فكر جديد متطور وعايزين يأدوا بشكل كبير. واهم حاجه ان المجموعه الناجحه تكون فيها تآلف ما يبقاش فيها مشاكل، وان شاء الله احمد ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله. ميرسي جدا يا مهندس، ميرسي جدا.